بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. حلقة النهاردة بسيطة قوي قوي، وكمان ما فيهاش اي مجهود. وهقول لكم انا عاملة الحلقة دي ليه. الحلقة دي في الاول انا هجيب سمكة زي ما احنا شايفين كده، هنضفها وهفتحها وهقطعها جزل علشان هعملها ان شاء الله صيادية سمك. طيب، هتقولوا لي بقى انت جايه تنضفي السمكه، تصوروا فيديو تنضفي فيه السمكه واحنا يعني مش عارفين ننضف السمك؟ لا، انتم ما شاء الله ستات بيوت شاطرين وزي الفل. وانا مش بعمل الحلقه دي مخصوص علشان الستات اللي هي ما شاء الله طب في المطبخ وشاطره وزي الفل. الحلقه دي بقى انا عاملاها النهارده علشان البنات اللي هم ما بيعرفوش يطبخوا ولا بيعرفوا ينضفوا الحاجه ولا بيحبوا اصلا يدخلوا المطبخ. يعني كل بنت عايزة تدخل المطبخ تتعلم تعمل الأكل لازم تبقى عارفة ان مش اول ما تدخل المطبخ هتعمل الأكل على طول. لو انت ما دخلتش المطبخ قبل كده، يبقى اول ما تدخلي المطبخ اول حاجة هتعمليها هترفعي ايدك من على الأكل خالص، واول حاجة هتبدأيها تغسلي طبقين في الحوض، تنضفي الرخامة، توضبي دولاب المطبخ، تنضفي البوتاجاز، تمسحي المطبخ وتخليه بيلمع. دي اول خطوة في دخول البنت المطبخ. طيب، يبقى كده دي الخطوة رقم واحد. الخطوة رقم اتنين بقى ان شاء الله ما تخلصيش بقى اللي تتعلمي شغل المطبخ وتجري جري على البوتاجاز، لا استني، لسه في حاجة قبل ما تقفي على البوتاجاز. عارفين ايه هي الحاجة دي؟ تبدأي تتعلمي تجهيزات الاكل. عايزة اقول لكم ان الفنادق الكبيرة لما حد بيدخل فيها جديد بتبدأ معاه من الصفر، من اول غسيل الصحون والمسح لحد ما يوصل لشيف كبير هناك. فعايزه اقول انت كمان لما تدخلي المطبخ بتاعك لازم تبداي بنفس التدريج علشان تبقي ست بيت شاطره ومحترفه. بمعنى ان انت لو هتعملي صينيه بطاطس مثلا لازم تكوني عارفه ايه الحاجه اللي بتحتاجيها لما تيجي تعملي صينيه البطاطس. هتحتاجي مثلا بطاطس وطماطم وبصل وفلفل اخضر وطبعا بهارات. طبعا الحاجات دي انت لما بتبقي جديده لسه في المطبخ ما بتبقاش عارفه ايه الحاجه اللي انت عايزاها، فهتبقي محتاره. انت بقى تتعلمي البطاطس. هل البطاطس لما بتيجي تحمريها زي البطاطس لما بتيجي تعملها صينيه؟ لا طبعا، دي ليها تقطيعه ودي ليها تقطيعه مختلفه خالص. مثلا يعني انا بديكي مثل مش اساسي. طيب، في حاجه تانية، الفراخ لو ما اتعلمتيش ازاي تغسليها وتنضفيها كويس قوي بتبقى ريحه الاكل زفره، ودي حاجه مهمه جدا. وبتعرفي من هنا ست البيت الشاطره من ست البيت بصراحه اللي مش نظيفه. دي من اساسيات يا جماعه المطبخ. علشان كده في حاجه اسمها تجهيزات الاكل، والتجهيزات دي ان انت ازاي تتعلمي تحضري الحاجه قبل الاكل. واهم حاجه ان انت قبل ما تبداي تكوني مجهزه كل حاجه قبل ما تقفي على البوتاجاز علشان تخلصي الاكل في ثواني. بعد كده بقى خلاص بقيتي شاطره في تجهيزات المطبخ وعرفتي ايه المطلوب وايه الحاجه اللي انت هتحتاجيها لما تيجي تعملي الاكل. تمام كده. تبدأي بقى الخطوة رقم 3 وهي انك تقفي على البوتاجاز علشان تبقي ست بيت شاطرة. مفيش واحدة تقولي ان ده شغل خدامين ولا كلام من ده خالص، بالعكس. انا عايزة اقول لكم ان شغل المطبخ ده متعة وحاجة جميلة جدا جدا، خصوصا البنت لما بتتعلمه وتبقى شاطرة فيه. لان احلى حاجة بصراحة يعني انك تعملي الاكل اللي الناس تاكله وتحسي ان هم انبسطوا من الحاجة اللي انت عاملاها. فياريت بقى نصيحة لأولياء الأمور أو للأمهات، لما تيجي تدخلي بنتك المطبخ ما تكوميش الدنيا عليها، ابدأي معاها خطوة خطوة علشان تبقى داخلة حابة المطبخ وتتعلم تعمل الأكل، وكمان تتعلم تبقى إن شاء الله ست بيت شاطرة في المستقبل. أنا حاسة إن أنا طولت عليكم، بس كان لازم أعمل الحلقة دي علشان خاطر البنات اللي حابين يتعلموا الأكل. ان شاء الله نعمل حلقة تانية هعمل فيها انضف فيها الكابوريا والجمبري والصبيط. وان شاء الله انا طبعا الحاجات دي كلها انا عملتها مع بعضيها، بس انا قسمتها علشان ما اطولش عليكم. اتمنى ان انا اكون ما طولتش عليكم في الحلقه. انا اكتفيت المره دي بالسمكه البلطي بس. يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات. واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جديده. ويا رب البنات يكونوا خدوا بالهم ازاي انا نظفت السمكه البلطي اللي قدامنا دي.